كثير مشترك، هي مباراة الجسد الواحد وروابط المحبة والصداقة والإخاء بين شعبين رياضيين. هي مباراة البلدين الجارين والشعبين الشقيقين. نعم، إنها مباراة ديربي شمال إفريقيا بين المغرب والجزائر برسم تصفيات شمال إفريقيا لمنتخبات أقل من 17 سنة، وتكون مغربية بالقميص الأبيض فيما الجزائر بالقميص. كرة في الجهة اليمنى للمنتخب المغربي مع البداية الضغط على مستوى الأظهرة ثم ثنائي وقلبي الدفاع المميزين على مستوى التشكيلة المغربية. هنا إبعاد الخطورة من الدفاعات الجزائرية والكرة هذه المعركة وكرة بينية رائعة كانت للعود إسماعيل، وهذه لونتيسيباسيون، هذه القراءة يجب أن لا تكتفي. فتوش بن عيسى ليس هناك أي خطأ. انهض الرائع فتوش في الانطلاقة. هنا الإمكانية والخطورة للمنتخب الجزائري الهدف الأول للمنتخب الجزائري، دفاع المنتخب المغربي، وبالتالي فتوش بن عيسى بهذا الاختراق يهدي التمريرة والأسيس صوب لاعب المنتخب الجزائري. عاشوري عبد الرحمن، هدف لا شيء للمنتخب الجزائري. المنتخب المغربي مطالب الآن بالضغط أيضا واستغلال الفرص، استغلال أيضا الأجنحة سواء العود إسماعيل أو جوت آدم. دي لاعب موهوب والكرة لحارس المرمى. قوة المنتخب الجزائري في الجناح الأيمن، انطلاقة المنتخب الجزائري فيما التصدي يأتي من إلياس. انطلاقة إلياس، هذا ما يحتاجه المنتخب المغربي، المساندة من الأظهرة. انطلاقة إلياس، الانطلاقة والتدخل كان سليم يقول الحكم. لا زالت الخطورة لاعب المنتخب الجزائري. هذا فتوش، تعود الكرة للمهاجم بودواب يوسف، لم يتحكم، وتسديدة موهوب في يد كانت البداية بفريق الدفاع الحسني الجديد مرورا العود والكرة صعبة العود بخارج القدم، يعني صعبة، لم تعطي لاعب الخلفي زكريا. هنا الكرة رأسية والكرة اوت خارج أرضية الفئات الصغرى لفريق الفتح الرياضي المغربي الفيس. كرة بضغط من زياد، كرة بهذه التمريرة كانت صعبة، ركنية على مستوى القائمة الثاني. هنا التسديدة كانت المسعودي، شاهدنا اللقطة، الكرة كانت الله عليك، هذه الكرة أمامية. هنا الدخول بينما هذا التائري عاشوري الآن والتمريرة، وأيضا تدخل رائع، هذا التدخل روعة. لا شيء للمنتخب الجزائري. كرة للاعب الموهوب اليمر الموهوب. هناك الرياضي زكريا الخلفي مباشرة صوب حارس المرمى، وبالتالي لم يتحرك زكريا. شاهد اللقطة، لو كانت في القائمة الأول لشكلت الخطورة على البوادي. يمر يخترق البوادي، عرضية البوادي في القائمة الأول، تجد لاعبية للمسك. هناك مسك يطلب أو من كرة ثانية، كرة بعرضية، وهنا الكرة برأسية جزائرية تعود لكرة من زكريا الخلفيوي، كرة تلمس والهدف الأول يضيع على المنتخب المغربي. لا زالت الكرة إلى لاعب موهوب، هنا تسديدة آدم وموهوب أحمد، فيما الكرة الثانية كانت سهلة لحارس المرمى. المنتخب المغربي كان قريب من المعادلة. ضغط الآن للاعبي المنتخب المغربي، كرة من الجهة اليمنى، هذه المراوغات صعبة على لاعب المنتخب. يريد العود، تأخرت يا العود في الكرة البينية، كانت من طورة بالمنتخب الجزائري، بينما تدخل من الجوت وتعود الكرة الظهير الأيمن للمنتخب المغربي. هذه العرضية، الله عليك، العود لم يتوقع أن تمر الكرة من حارس مغربي، هدف التعادل. نشاهد الكرة، هذه العرضية تماما عرضية مميزة، بينما نشاهد يا العود بغرابة يا العود خروج زكريا الخلفي على مستوى القائمة الأول، تتحول من زياد وتؤول الكرة للمنتخب الجوت أمام صبيحي. هل يمر الجوت يعيد الآن، هنا العرباوي بالعرضية فيما التدخل من صبيحي. نور الدين، كرة آدم الجوت، عرضية إلياس للعرباوي. الجول الثاني أو الجول الأول يضيع، يقول الحكم بتسلل على لاعب المنتخب المغربي.
يضيع هدف التعادل بهذه الوضعيه، وضعيه التسلل على اللاعب. فنشاهد الاعاده، كان هناك تسلل على العود. نشاهد اللقطه، الحكم يعلن عن تسلل على لاعب العود. كره جزائريه. الدقائق الاخيره في هذا الشوط الاول، تدخل من لاعب حمزه بوادي في وسط صعود لاعبي المنتخب المغربي. 5 لاعبين الان، والكره تبعد من لاعب المنتخب الجزائري. ينتظرون العرضيات الان، العرضيات. مسعودي، كرات المسعودي الاماميه صوب حارس الكره من الجوت. انطلاقه الجوت، هنا تسديد والركنيه المغربيه. اخيرا الجوت الان بهذه المراوغات، الاختراقات الخلفي صوب القائمه الثاني، وتدخل حارس، والكره لا زالت مغربي يحاول فيها العود. هل تكون الركنيه بالفعل؟ هل تاتي براسيه؟ والراسيه كانت للاعب المنتخب الجزائري، كانت بقدم اللاعب بلال بن حكيم، وخطا لمصلحه بن حكيم. في هنا تسديده فتوش في متناول حارس المرمى عرباوي. عرضيه كانت بخطوره، كرة مقوسة صوب القائمة الثانية، والجول. جول 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 جول. هدف التعادل للمنتخب المغربي يأتي من بلال سقراط لاعب نهضة بركان. هدف التعادل. النتيجة كما نشاهد على مستوى رأسية بلال سقراط، على مستوى القائمة الثانية يستغل الخروج الغير موفق لهذا الحارس كمال بن عاشور، ويهدي هدف التعادل للمنتخب المغربي. كرة تسكن شباك المنتخب الجزائري. رائع، كرة في الجهة اليسرى من جوت أمام لاعبين، يفقد التوازن جوت. عرضية إلياس، والكرة من موهوب بمقاسية موهوب، كانت على شاكلة عرضية بهذه اللقطة. طريقة موهوب، هنا الدخول. الله عليك يا موهوب، لو اكتملت العود. والكرة بعيدة لم يتحكم فيها، كان واضح من كرات عوض المبالغة، يعني احتفاظ بالكرة. كرة عرضية الآن للجوط. هذه الكرة يأتي كرة العرباوية الأرضية، هل تكون الهدف الثاني؟ كاد أن يغالط صبيحي. الجوط ليست بعرضية أو تمرير الجوط.